ثانية واحدة. تعرف ان اول واحد جرب القهوة في العالم كان خروف؟ والله زي ما بقولك كده. الاسطورة بتقول ان سنة 800 ميلاديا كان في راعي غنم في اثيوبيا لاحظ ان الخرفان بتوعه بتتحرك كتير وهايبر جدا جدا، وكل ما خروف يبعد شوية يرجع يتحرك هايبر اكتر ونشاط اكتر ويفضل سهران طول الليل. وده خلاه يمشي ورا الخرفان بتاعته يشوفهم بيروحوا فين ويرجعوا بالنشاط ده، لحد ما لقاهم بياكلوا من شجرة شكلها غريب. ولما جرب بنفسه حس بطاقة هو كمان غريبة، فقرر ياخد شوية من الحبوب دي لرهبان المدينة. لكن الرهبان دول على طول قرروا ان الشجرة دي شجرة شيطانية ولازم تتحرق. وفجأة وهم بيحرقوها يشموا ريحة من احلى الروائح اللي شموها في حياتهم. عشان يدركوا غلطتهم وبسرعة لموا الحبوب من النار وحطوها في مية عشان يحافظوا عليها، وبكده بقى عملوا اول كوباية قهوة في العالم. قوم انت بقى عزيزي المشاهد اعمل لك كوباية قهوة او كوباية شاي وتعالى. تصدق انه بيتم استهلاك حوالي 2 مليار كوباية قهوة يوميا على مستوى العالم، واكتر من 80% من البالغين في العالم بيستهلكوا الكافيين بدرجات وطرق مختلفة، لكن اغلبهم بياخدوها من الشاي والقهوة، وده بيخلي الكافيين اكتر مادة منشطة عصبيا ونفسيا بيتم استهلاكها في العالم. تخيل ان جزء من حياتنا اليومية، من صحتنا، من مرضنا، من انجازاتنا، مرتبط ارتباط اساسي بالكافيين. في ايه بالظبط اللي بيشدنا للكافيين بالقوة الكبيرة دي؟ الإجابة المنطقية لأي حد متعود إنه يشرب حاجة هيقولك بشربها عشان طعمها حلو. بس لو الإجابة دي بالنسبة للكافيين أعتقد إنها إجابة غير مقنعة بالمرة، وعشان تقتنع أكتر ياريت ترجع بالزمن لورا شوية لأول مرة دقت فيها طعم القهوة، وده غالبا وانت صغير. شوية القهوة اللي متبقيين في الفنجان من غير ما حد في البيت يشوفك. ما هي القهوة كانت للكبار، بس حب الفضول عند كل الأطفال تقريبا خلاهم عايزين يعرفوا ايه طعم المشروب اللي دايما بيشربوه الكبار. فاكر أول بق قهوة دقته كان طعمه ايه؟ كان طعمه مر، صح؟ طب اشمعنى دلوقتي بتعتبر القهوة جزء أساسي من حياتك؟ انت دلوقتي اتعودت على الطعم ده وحبيته، لكن في الحقيقة الكافيين طعمه مر سواء في القهوة أو غيرها، وهتلاقينا بنضيف سكر ولبن وطعوم مختلفة عشان نغطي على الطعم المر ده. وده ما يمنعش ان في بعض الناس بتحب القهوة سادة من غير سكر ومن غير اي طعوم. فإن ما كانش الطعم هو اللي بيشدنا، فايه بالظبط اللي بيشدنا للكافيين؟ الكافيين بيعمل ايه فينا وفي اجسامنا، وايه اللي بيشدنا ليه بقوة؟ وهل صحيح ان الكافيين بيسبب الادمان؟ اهلا بيكم، انا دكتوره ايمان عليوه ودي قناه عقليه تانية. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. مبدئيا كده، الكافيين ماده كيميائيه موجوده في الطبيعه بتصنعها النباتات، هتلاقيها موجوده في اوراق نبات الشاي وحبوب البن اللي بنحضر منها القهوه، وحبوب نبات الكاكاو اللي بنحضر منه الشوكولاته. الكافيين كمان نقدر نصنعه بايدينا في المعامل والمصانع عشان نضيفه صناعيا في المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه. بينضاف كمان لبعض الادويه زي الباراسيتامول ومع الاسبرين عشان تقوي مفعولهم فتسكن الالم وتفوقك كده عشان تقدر تكمل يومك بطاقه اعلى. واكيد اللي اتعود على الشاي بالاسبرين لما بيكون عنده برد فاهم كويس انا بتكلم عن ايه. الكافيين كمان بينضاف للارجوسامين، ودي ماده بتوصف لمرضى الصداع النصفي عشان توقف نوبه الصداع. غير الامثله دي كتير على فكره. صلوا على النبي وتعالوا نشوف الكافيين بيشتغل ازاي في الدماغ. في ماده طبيعيه بيتم افرازها في الجسم اسمها الادينوسين. الماده دي تقدر تسميها منوم طبيعي. في بدايه اليوم واول ما الواحد يصحى كميتها في الجسم بتكون قليله جدا، لكن مع مرور الوقت بتبدا كميتها تزيد بالتدريج وتتراكم جوه الجسم. ولما بتوصل لكمية معينة تبدأ ترتبط بمستقبلات عصبية موجودة في الخلايا اسمها مستقبلات الأدينوسين. أول ما ترتبط معاها نشاط الجهاز العصبي المركزي بيبدأ يقل تماما، والجسم بيبدأ يدخل في حالة من الاسترخاء والراحة. وده بدوره بيخلينا نحس إننا عايزين ننام، وده طبعا مفعول مهم جدا، لأننا لو مش هنحس بالتعب والرغبة في النوم هنفضل نلف في ساقية في أشغالنا وأعمالنا، ومش هندي لجسمنا أي فرصة عشان نرتاح.
بس سبحان الله الكافيين اللي موجود حوالينا يطلع شبه الادينوسين جدا في الشكل والتركيب الكيميائي، فيقدر الكافيين انه يروح على المستقبلات بتاعه الادينوسين ويتصل بيها ويمنع الادينوسين انه يقعد مكانه. الكافيين بيدي كتف قانوني يعني للادينوسين ويمنعه من انه يقوم بدوره، وبالتالي تشتغل من غير ما تحس بالتعب ولا بالخمول ولا انك عايز تنام. بس انا عارفه ان في كتير بيشوفوا الفيديو دلوقتي وهيقول لك ده انا بشرب كوبايه الشاي والقهوه من هنا وانام على طول. تمام حضرتك، مصدقينك والله. ده بيرجع لان اجسامنا مختلفه، جيناتنا مختلفه، تفاعلات اجسامنا مع المواد اللي حوالينا كمان مختلفه. الاختلاف ده سببه ان بعض الناس جسمهم مش بيستجيب للماده، لكن ده ما ينفيش مفعول الماده نفسه على اغلب الناس. في كمان عوامل تانية برضو ممكن نخلينا نحس بالتعب بعد شرب القهوة أو نحس بالنعس بعد شرب القهوة. من أهمها إننا نكون بنشرب القهوة دي بلبن. البروتينات اللي موجودة في اللبن بتخلي عملية الهضم أبطأ، وبالتالي المواد الفعالة في القهوة بتوصل للدماغ في فترة أطول. عشان كده ممكن حد يشرب لاتيه أو موكا أو كابتشينو وينام بعدها ويقول لك القهوه ما اشتغلتش معايا. مبدئيا الكابتشينو ما يعتبرش قهوه لان كميه القهوه في الكابتشينو بتكون مخففه جدا. ثانيا اللبن بيبطئ من مسار القهوه. ثالثا بقى اللبن اصلا بيساعد على الاسترخاء، وعشان كده ما تتوقعش انك تشرب لاتيه او كابتشينو ويصحصحوك. زي مثلا كوبايه القهوه الساده. ضيف على كده انك ممكن اصلا يكون عندك انفلونزا. في الحاله دي فالجهاز العصبي بيكون مش مستقر، وبالتالي مفعول القهوه مش هيكون بنفس التاثير. كفايه كده وتعالوا نكمل بقى تاثير الكافيين على ادمغتنا. في الاحوال العاديه وعند اغلب الناس الكافيين بيخلي تركيزك اعلى من العادي، بيخليك متحفز ونشيط اكتر من العادي، بيزود نشاط ادمغتنا. النشاط الزيادة ده بيظهر علينا في أفعالنا وكلامنا وتركيزنا. الكافيين حسب تجارب كتير ظهر إنه بيحسن الانتباه وبيأثر الوقت اللي انت بتحتاجه عشان تستوعب أي حاجة قدامك. الكافيين كمان بيرفع مستوى السيروتونين، يعني بيزود مشاعر السعادة وبيساعد على تحسين المزاج في العموم. الكافيين كمان ليه تأثيرات خارج الجهاز العصبي، لأن الأدينوسين هو كمان ليه مستقبلات خارج الجهاز العصبي، وأهمها المستقبلات الموجودة في القلب. الادينوسين المفروض انه بيقلل ضربات القلب، بيخليه يشتغل على الهادي خالص، فلما يجي الكافيين عشان ينافسه القلب ما يلاقيش اللي يهديه فتزيد ضربات القلب، لكن بدون اضطراب الريتم نفسه. يعني نقدر نقول انها زيادة آمنة. الكافيين كمان بيشجع اجسامنا انها تفرز هرمون الادرينالين، يعني هرمون النشاط في اجسامنا. الادرينالين بيرفع ضغط الدم وبيزود معدلات التنفس وضربات القلب. الكافيين كمان بيرفع كفاءة المجهود البدني عموما بعدة آليات، وبيستخدموا كتير من الرياضيين لتحسين أدائهم البدني. الكافيين ممكن يحمينا من الإصابة بأمراض القلب والزهايمر، وبيساعد في خفض الوزن. السؤال بقى هنا، ايه اللي ممكن يحصل لو وقفت فجأة استخدام الكافيين؟ الحقيقة ان دماغك ما بيقعدش يتفرج على الكافيين وهو بيغير فيك كده وانت قاعد تشرب ومستسلم له. لا، بمرور الوقت واحنا قاعدين نستخدم الكافيين لفترات طويلة اجسامنا بتكون مستقبلات زيادة للادينوسين عشان تعوض بيها المستقبلات اللي الكافيين قفلها. فاحنا نعمل ايه؟ نشرب كميات اكبر واكبر من الكافيين عشان ننافس المستقبلات الجديدة من الادينوسين، فتتكون مستقبلات اكتر واكتر. وكلنا كمستهلكين قهوة او كافيين عارفين ده، حتى لو مش عارف التفسير العلمي ليه. بس لو كنت مثلا بتشرب من سنة كوباية واحدة من اي مشروب بيحتوي على الكافيين، هتلاقيك النهاردة غالبا مضطر انك تستهلك كوبايتين عشان توصل لنفس المفعول. والحقيقة انك وانت بتاخد الكافيين انت مش بتتخلص من الادينوسين في جهازك العصبي للابد، انت بس بتركنه شوية على جنب لحد ما يروح مفعول الكافيين ويرجع الادينوسين لموقعه وشغله تاني. فما تفكرش مثلا انك لو قعدت تاخد كافيين كل 6 ساعات جرعة مثلا فانت كده هتفضل فايق ومصحصح للابد. لا، الادينوسين هيفضل يتراكم في جسمك بمرور الوقت، والمستقبلات هتزيد في العدد، ومع اول فرصة هتتاح للادينوسين هيوصل لمستقبلات بسرعة ويبقى مفعوله أضعاف مضاعفة من الإحساس بالتعب والخمول والرغبة في النوم. كل أعراض الأدينوسين هتبقى زيادة، بالإضافة لأعراض مزعجة جدا زي الصداع والتوتر ووجع العضلات والدخول في حالة مزاجية سيئة، ده غير تشويش التركيز، وكلها بنسميها أعراض انسحاب. الأعراض دي هتستمر من 12 ل 24 ساعة من آخر جرعة كافيين دخلت جسمك. كمان بنفس الآلية، فانت وانت بتدخل جسمك كافيين ممكن تبقى واخد الموضوع بسهولة كده، لكن جسمك مش بيهزر. فهل ممكن يحصل إدمان على الكافيين؟
بص، احنا ممكن نتكلم عن تعود اعراض انسحاب، لكن عشان نقول ادمان ماده معينه في الطب النفسي لازم تتحقق ليها شروط كتيره، منها انك تبقى بتعاني من اضرار الماده دي عليك ومأثره على جوده حياتك وصحتك الجسديه والنفسيه، حياتك الاجتماعيه، العمليه، الماليه، ومع ذلك مش قادر تبطلها او بتحاول تبطلها لكن كل المحاولات بتاعتك بتفشل. لما نيجي نطبق الكلام ده على الكافيين ومستهلكين الكافيين هتلاقي يعني مش بالظبط منطبق. في بعض مستهلكين الكافيين ممكن يعانوا فعلا من اعراض الارق، لخبطه النوم، ارتباك في حركه الجهاز الهضمي، قلق، عصبيه، ويكونوا عارفين ان الاعراض دي ناتجه عن استهلاكهم للكافيين الزياده، ومع ذلك ما يقدروش يوقفوه. لكن اللي بيطمنا هو الانتشار المهول لاستهلاك الكافيين عالميا بدون اعراض مرضيه او مشاكل اجتماعيه او قانونيه مرصوده. يعني لحد دلوقتي على الاقل شويه معلومات بقى كده لاصحاب المزاج. اقصى تركيز للكافيين في دمك بيحصل بعد دقائق لساعه واحده من دخوله جسمك. الكافيين كمان قادر انه ينتشر في جميع انحاء جسمك بلا استثناء. في حالات الحمل الكافيين قادر يعدي المشيمه ويوصل للجنين، وفي حالات الرضاعه الكافيين بيخرج من لبن الام وبيوصل للمولود بسهوله. عشان كده الاطباء بينصحوا السيدات المرضعات انهم يقللوا شويه من استهلاك الكافيين لاقل من 200 جرام في اليوم، لان مع الكميات الكبيره قوي الكافيين ممكن يرتفع او يرفع احتماليه الاصابه بالاجهاض او مولود بوزن قليل او اقل من الطبيعي، وده في حاله السيدات الحوامل. ولو عايز تعرف الحد اليومي الاقصى للاستهلاك الامن للكافيين فهو بيساوي 400 مللي جرام، يعني ما يعادل تقريبا فنجالين قهوه تركي في اليوم. ولو بتشرب مشروبات طاقة أو مشروبات غازية بتحتوي على الكافيين خلي بالك وخلي عينك كويس قوي على جرعة الكافيين اللي مكتوبة على العبوة. خد بالك من إنك تزود في شرب الكافيين، لأن استهلاك كميات كبيرة لفترة طويلة ممكن ينتج عنها بعض الأضرار الصحية زي تحلل خلايا العضلات وهشاشة العظام وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم واضطراب رتم القلب وحدوث تشنجات عصبية زي اللي بيتعرض ليها المدمنين. ونصيحة للناس اللي بيعانوا من الأرق واضطراب النوم، مرضى القلق والهلع ومرضى اضطرابات الجهاز الهضمي لازم يقللوا استهلاكهم بالتدريج من الكافيين ويخلوا الاستهلاك في بداية اليوم مش بالليل. وممكن تستعين بالمشروبات منزوعة الكافيين تديك كده الفايبس بتاع الكافيين، هتعوض لك الشكل والطعم. وإذا كنت من الناس اللي بتشرب قهوة باعتدال وتأثيرها بيأدي الغرض بالنسبة لك وبتخليك مركز ومصحصح فألف هنا على قلبك ودماغك. ولو انت من محبي الكافيين اكتب لنا في التعليقات ايه المشروب المفضل بالنسبة لك واللي ما ينفعش يعدي يوم عليك من غير ما تشربه. كده خلصت كلامي واشوفكم على خير في فيديو جديد.